السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الفل على عيونكم. هنبدأ مع بعض النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة سهلة وبسيطة لمهلبية الشوكولاتة. يلا مع بعض نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه. معايا كده مقادير المهلبية الشوكولاتة. معايا 2 لبن، ومعايا سكر تسكير حسب الرغبة، ومعايا كاكاو خام، ومعايا نشا، واتنين باكت فانيليا، وكيس كريم شانتيه، ومعايا للتزيين بسكوت اوريو، وشوكولاته فرماسيه، وشوكولاته بيض. وانا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. بس اتمنى يا جماعه اللي يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه عشان القناه تكبر بيكم. خدت هنا كوبايه لبن عشان ابقى ادوب فيها النشا، وكوبايه لبن كمان عشان ادوب فيها كيس الكريم. حطيت كده اللبن على النار. هجيب السكر بقى وادوبه فيه اول حاجه. هحط بقى السكر كده حسب رغبه كل واحد. هدوب السكر وادوقه واشوفه عايز تاني ولا لا. وانا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. صندوق الوصف ده مثلث صغير كده جنب العنوان بتاع الفيديو. دوسوا عليه هتلاقوا المقادير. في اي فيديو انا بنزله بكتب المقادير. هنا فتحت كيس الكريم اهو. هحطه في اللبن. هو بيعزز من طعم المهلبيه، وما بيضيفش لها حاجه، بس بيخلي طعمها حلو، سواء مهلبيه بالفانيليا او بالشوكولاته. هدوبه جامد كده وبعدين احطه على اللبن اللي على البوتاجاز. الكاكاو بقى مش بالمقدار المحدد، انت بتحطي الكاكاو كده لحد ما اللون اللي انت عايزاه، سواء عايزه لونها فاتح او غامق حسب رغبه كل واحد. هشوف انا حطيت كام معلقه برضو على 2 كيلو، اكتب لكم المقادير بالظبط. الفانيليا بقى عشان ما تمررش بنحطها اخر حاجه خالص قبل ما نغرف المهلبيه. واللي عايز بقى يزينها باي حاجه هو عايزها، كل واحد حسب رغبته. ممكن ممكن مكسرات، ممكن سوداني تفرميه كده وتزيني بيه، حاجه تكسر اللون بس. كده بقى هضيف الكريم باللبن. كده هنا جبت الكاكاو اهو. هضيف بقى شويه بشويه زي ما انا عايزه اللون اللي حابه اوصله، سواء غامق او فاتح. الكاكاو بيتحط قبل النشا عشان يبقى مستوي كده في المهلبية. هقلب بس عشان ما يكلكعش معايا. ده كله على نار هادية يا جماعة. كده نفضل نقلب فيها على نار هادية. كده اللون ده حلو اللي انا وصلت له. اللي عايز بقى يجيب شوكولاتة مبشورة، شوكولاتة خام، ويبشرها ويحطها في وسط المهلبية، يجيب كل واحد وراحته. هنا بقى النشا معايا. هحط كده 4 معالق. 3 4. حطيت 4 معالق نشا وهدوبهم في كوباية اللبن. يبقى كده لسه ايه محطتش ايه لسه الفانيليا وحاجات التزيين معايا بس.
كده النشا اهي معايا. النشا هحطها بالراحة مع التقليب كده بالشكل ده. ده كله على نار هادية. هفضل بقى اقلب فيها لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. كده بقى فضلت اقلب فيها اهو. هي بدأت تغلي معايا. بس اهم حاجة يا جماعة اللي يعملها تدوقيها وانت بتعمليها عشان خاطر الكاكاو ما يبقاش ممرر فيها. تظبطي السكر بتاعها. تبقى على نار هادية مع التقليب كده بالشكل ده. كده خدت اللون اللي احنا عايزينه. تفضلي تقلبي فيها بالمضرب كده عشان ما تكلكعش منك وما تتلسعش من تحت. تبقى على نار هادية. تبقى بتظبطي النشا حسب القوام اللي انت عايزاه، سواء عايزاه تقيل قوي او صوص خفيف كده. تتحكمي فيه من النشا كده بالشكل ده. ده كده بقى القوام اللي انا عايزاه. وسط، مش تقيل ولا خفيف. بالشكل ده كده. شايفين القوام بتاعه. هطفيت بقى على النار، هغرفها واوريها لكم. اهو القوام بتاعها. انت بتتحكمي في القوام من النشا، سواء عايزاها تقيله او خفيفه. النشا هي اللي بتتحكم. بقت القوام بتاعها حلو ازاي. نغرف بالشكل ده. والتزيين بقى حسب رغبة كل واحد. انت ممكن تكسري اوريو وتحطيه في قعر البولة كده. التزيين بقى حسب رغبة كل واحد عايز يزينها بطريقة عاملة ازاي بيزينها. وممكن تعملي نوعين مهلبية وتحطيهم على بعض. يبقى نص ونص كده بالشكل ده. اهي بالشكل ده. هعملهم كلهم واوريهولكم. غرفت المهلبية اهو معاكم. طلعت معايا الكمية دي. هسيبها بس تهدى 5 دقايق كده. وبعدين ازينها. اتمنى بس يا جماعة اللي وصل في الفيديو لحد كده يعمل شير وسبسكرايب للقناة ويحط لايك. كده بقى معايا للتزيين جوز الهند وهنا شوكولاتة. شيبس صغيرة وأوريو وفارماسي أصل. أزين بقى. كل واحد يزين حسب الرغبة اللي هو عاوزها. وممكن تطحني سوداني كده وتزيني بيه. حط الأوريو كده بالشكل ده. كل واحد حسب الرغبة اللي هو عايزها والشكل اللي هو محتاجه. وممكن برضو تكسري أوريو وتحطيه تحت في البولة. وتحطي عليه المهلبية. هي بس حاجة تكسر اللون بالشكل ده. دي ما ينفعش بقى يتحط لها كريز والحاجات دي عشان هي بتبقى غامقة من فوق. هكتب لكم برضو المقادير بالظبط في صندوق الوصف. اتمنى بس ان انتوا تعملوها. هتعجبكم قوي. بس وانتوا بتعملوها دوقوها عشان خاطر الكاكاو الخام بيبقى ممرر شويه. انا زينت دول بالشكل ده. هزين التاني بقى الطوبة التانية بحاجة تانية. حط لها جوز الهند كده في النص. بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اي شكل بقى انتوا محتاجين اعملوه. كل واحد يفنن في الطباق بالطريقة اللي هو عايزها. ما خدتش وقت والله، اقل من نص ساعة بتكون معمولة. بس لما بتبقى بلبن
جاموسي او بقري بتبقى حلوة عن لبن الازاز اللي بيبقى في المحلات، بيبقى مديها طعم حلو. انا حسيت ان الفرماسي الاسمر مش هيدي شكل، عشان اسود كده مش هيكون باين قوي. ده بقى الحلة من تحت، ما يبقاش حرام. عملتها برضو بالمعلقة كده، غرفتها بالمعلقة وحطيتها في البول. هي مش طالعة مظبوطة عشان مش كريمة قوي زي اللي فوق. قعر الحلة بيبقى من تحت تقيل شوية. اهي ده شكل، ده تزيين شكل، وده الشكل التاني. اتمنى بقى ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ندخل قناة يعمل مشاهدة كده للفيديو عشان القناة تكبر بيكم، ويعمل سبسكرايب وشير. مع السلامة.